في عالم الأسلحة في نوع واحد أول ما تسمع اسمه تحس كده إن المعركة قلبت جد. الرشاشات مش بس قطعة حديد بتضرب رصاص، دي آلة مصممة عشان تحسم معارك في ثواني. من أول اختراعه لحد النهاردة الرشاشات بقت رمز للقوة والسيطرة. في الحلقة دي هنتكلم عن كل حاجة تخص الرشاشات. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نبدأ الحلقة. زمان قبل نهاية القرن ال19 كانت فكرة النار الكثيفة المستمرة مجرد حلم جيوش بتعتمد على بنادق تقليدية، طلقة ورا طلقة أو أسلحة تدوير يدوية، وده معناه إن معدل الطلقات محدود والجهد أكبر والأخطاء كتير. لكن سنة 1884 كان في مخترع اسمه هيرام ماكسيم قلب القواعد كلها. الراجل فكر بمنطق بسيط، ليه ما نسيبش السلاح يشتغل بنفسه بطاقة الارتداد؟ وفعلا اخترع أول رشاش آلي بالكامل، ماكسيم جان. نموذج ماكسيم جان الميكانيزم كان عبقري، كل طلقة بتتضرب بتولد ارتداد، الارتداد ده هو اللي يسحب الفارغ ويغذي الطلقة الجديدة ويجهز المطرقة. سلاح بماسورة واحدة وتبريد مائي وتغذية بحزام ذخيرة، وده معناه ان النار تقدر تستمر لفترات اطول من غير ما الماسورة تسخن لدرجة الخطر. فريق صغير من 4 ل 5 جنود يقدر يشغله، ومع تنظيم كويس للذخيرة والمية يتحول المكان اللي واقف فيه لنقطة بتصب نار حرفيا. الفرق بين السلاح اليدوي السريع والرشاش الآلي، اليدوي المعدل محدود والتعب أسرع، الآلي معدل ثابت وعالي ونقطة إطلاق واحدة قادر يغطي مساحة كاملة بالنار. الاختراع ده ملحقش يقعد في المعمل، بسرعة انتقل للمستعمرات. حروب أواخر القرن ال19 كانت هي المعمل الحقيقي للسلاح في أفريقيا الجنوبية والشرقية. ظهر ماكسيم جان كقوة حماسية في معارك غير متكافئة زي الحروب اللي كانت في أفريقيا الجنوبية والشرقية. الرشاش أثبت إنه مش مجرد سلاح جديد، ده أسلوب قتال جديد كان بيحول الهجوم لمهمة انتحارية. ستارة من الرصاص بتوقف الزحف وتعمل صدمة نفسية قبل ما تعمل خسائر مادية. وفي حرب البوير المعادلة بقت أعقد. البريطانيين استخدموا رشاشات ماكسيم جان وبعض النسخ المتطورة، والبوير نفسهم امتلكوا قطع آلية تانية، مدافع آلي خفيفة ومع شوية رشاشات مختلفة. فبقينا قدام ساحة فيها نار آلية من الجانبين. النتيجة الكل اضطر يراجع تكتيكاته، ما بقاش في مجال لخطوط مشاة ماشية في العلن كده وخلاص. قبل الرشاش صفوف بتتقدم اسمها فولي فاير، والاعتماد الأساسي على شجاعة الصف. بعد اختراع الرشاش اختفاء التكدس وظهور الانتشار، الاحتماء والخنادق والموانع بقوة ضرورة. بقى في مفهوم النيران الساحقة، بدل ما تصيب كل حد انت تمنع الخصم يتحرك او يرفع راسه. اللوجستيات بقت كلمة السر، ذخيرة اكتر، ميه لتبريد السلاح، وفرق مدربه تشغله وتبدل الاحزمه بسرعه. طبعا ماكسيم جان كان تقيل ومش خفيف الحركه، محتاج طاقم وعربيه، لكن مقابل الوزن ده بتاخد هيمنه ناريه على اي مساحه مفتوحه. ومع كل مواجهه الجيوش كانت تتعلم الهجوم من غير تمهيد ناري مكثف. الدرس اللي خرج بيه العالم قبل ما يدخل على القرن العشرين، النار الكثيفه المستمره سيطر على ساحه المعركه. كل دوله بدات تفكر نوزع كام رشاش على الكتيبة، مين هيزود الذخيرة، وازاي نحمي نفسنا من السلاح ده. الأسلحة دي هي اللي هتفتح باب التطوير السريع قبل وأثناء الحرب العالمية الأولى. بعد ما الرشاشات غيرت شكل المعركة بدأنا نلاحظ إن مش كل المواقف محتاجة نفس النوع من القوة النارية. في مواقف بتحتاج رشاش تقيل وثابت، وفي مواقف تانية بتحتاج سلاح سريع الحركة وخفيف. وهنا ظهر مفهوم الرشاش الخفيف. الرشاش الخفيف فكرته بسيطة، قوة نارية عالية بس في جسم خفيف نسبيا، يخلي جندي واحد يقدر يشيله ويتحرك بيه من غير ما يعتمد على طاقم كامل، زي مثلا M249 الامريكي او RPK الروسي. M249 معدل اطلاق حوالي من 750 ل 1000 طلقه في الدقيقه، RPK معدل اقل شويه حوالي 600 طلقه في الدقيقه. الميزه الكبيره هنا هي المرونه. الرشاش الخفيف يقدر يشتغل من وضع الوقوف او الركوع او الاستلقاء، وكمان يقدر يتحرك مع الفرقه بدل ما يثبت في
في نقطة واحدة. M2 49 وزنه عادي ما بين 5 ل 8 كيلو، وده أقل كتير من الرشاش المتوسط اللي ممكن يوصل وزنه ل 12 و 15 كيلو من غير الذخيرة. لكن بالرغم من خفته الرشاش الخفيف يقدر يوفر نيران قمعية تخلي العدو يرفع راسه بصعوبة. في ساحة المعارك الرشاش الخفيف غالبا بيبقى سلاح الدعم لفرقة المشاة الصغيرة، يعني بينما باقي الجنود بيطلقوا نار دقيقة أو بيتحركوا، صاحب ال LMG بيشتغل كمطرقة نار اللي تمنع العدو من الرد أو الاقتراب. جندي بيطلق RPK في منطقة حضرية. الميزة دي مهمة خصوصا في حرب المدن، لأنك تقدر تغير موقعك بسرعة وتحافظ على غزارة النيران من غير ما تتقيد بمكان ثابت. لو الرشاش الخفيف هو السلاح الدعم المتحرك، فالرشاش المتوسط هو سلاح التثبيت والسيطرة، تقيل أكتر، نار أكتر، ومدى أبعد. هنا بنتكلم عن وحش زي M240 الأمريكي أو BKM الروسي. ال M240 بيطلق بمعدل حوالي من 650 ل 950 طلقة في الدقيقة، ومدى فعال يوصل لأكتر من كيلومتر. أما BKM فبيطلق بمعدل حوالي 650 ل 750 طلقة في الدقيقة مع مدى قريب جدا من ال M240 لكن بوزن أقل نسبيا. المقارنة بالوزن بينهم، الوزن ما بين 10 ل 13 كيلو من غير الذخيرة. التشغيل غالبا محتاج طاقم صغير، واحد يطلق والتاني يغذي الذخيرة، وأحيانا ثالث للمراقبة أو الحماية. بيشتغل أفضل على حامل ثلاثي أو من فوق مركبة. الميزة الكبيرة للرشاش المتوسط هي المدى وقوة الاختراق. الخرطوشة الأكبر بتسمح باختراق جدران خفيفة أو دروع فردية أو حتى غطاء الأشجار، وده بيخلي السلاح مثالي لتثبيت العدو في مكانه، تخليه مش قادر يتحرك ولا يرد بفعالية. في العمليات الهجومية الرشاش المتوسط بيبقى السلاح اللي بيفتح الطريق، يرش على مواقع العدو ويخليه يستخبى، ويسمح للمشاة أو العربيات المدرعة تتقدم بأمان نسبي. بالنسبة للرشاشات التقيلة، وهنا بقى بنتكلم وبندخل في عيار السوبر. الرشاش التقيل هو مش بس سلاح دعم للمشاة، ده سلاح سيطرة ميدانية. حجمه ووزنه يخلوه أبعد ما يكون عن سلاح فردي، لكنه بيعوض ده بقوة نيران خارقة ومدى كبير. من أشهر الأمثلة براونينج M2 الأمريكي، أيقونة الحرب العالمية الثانية ولسه في الخدمة لحد النهاردة. بيطلق بمعدل حوالي من 450 ل 600 طلقة في الدقيقة، ومدى فعال يتخطى 1.5 كيلومتر. تاني نوع NSV الروسي بيستخدم بقوة اختراق هائلة، يقدر يمزق جدران خفيفة ويخترق جدران عربيات مدرعة، ويمثل تهديد حتى للطيارات والمروحيات اللي بتحلق على ارتفاع منخفض. الوزن تقريبا من 25 ل 38 كيلو من غير الحامل. الطاقم غالبا من 2 ل 3 أشخاص، التركيب على عربيات أو سفن أو طائرات أو نقاط دفاعية ثابتة. العيار الكبير ده بيخلي الرشاش التقيل سلاح مضاد للأفراد والمركبات. في نفس الوقت في المعارك البرية ممكن يستخدم لتدمير مواقع ورشاشات العدو أو تحديد قناصة على مسافات بعيدة. وفي الحروب البحرية الرشاشات الثقيلة بتحمي السفن من الزوارق السريعة أو هجمات جوية منخفضة. التاريخ بيقول إن الرشاشات تطورت بسرعة رهيبة بسبب الحروب الكبيرة، وأول محطة حقيقية كانت الحرب العالمية الأولى اللي كانت حرب خنادق ونار مستمرة. هنا الرشاشات بقت العمود الفقري للدفاع، كانت تقيلة وثابتة وتبريدها مائي، لكنها تقدر تمطر جبهة كاملة بالرصاص لساعات. النتيجة الهجمات الأمامية المباشرة بقت شبه الانتحار، والخسائر كانت مهولة. في المرحلة دي الرشاش مش مجرد سلاح دعم، ده سلاح بيحدد شكل المعركة بالكامل. لما جت الحرب العالمية الثانية المعادلة اتغيرت، المعارك بقت أسرع والجيوش احتاجت رشاشات أخف وأسهل في الحركة. هنا ظهروا أسطورتين من ألمانيا، MG34 و MG42. MG34 أول رشاش متعدد الأغراض، يشتغل كرشاش خفيف أو متوسط حسب الموقف، و MG42 معدل إطلاق كان حوالي 1200 ل 1500 طلقة في الدقيقة. صوت الطلقات كان زي الطنين المستمر، وده عمل رعب للجنود اللي في الجبهة الثانية. الجيوش في الفترة دي فهمت قيمة المرونة، لازم السلاح يبقى سريع الحركة وسهل الصيانة ويشتغل في أي بيئة من صحراوات شمال أفريقيا لغابات أوروبا. بعد 1945 ودخولنا عصر الحرب الباردة المعارك بقت أقل مواجهة مباشرة، لكن التطوير ما وقفش. الاتحاد السوفيتي قدم BKM سنة 1969، رشاش متوسط خفيف نسبيا وبسيط، وأثبت نفسه في عشرات النزاعات حول العالم. أمريكا طورت الM60
كان يجمع بين القوة والمدى الجديد، لكنه كان محتاج صيانة مستمرة. في العصر الحديث الرشاشات بقت أخف وأدق وأسرع. مواد تصنيع جديدة زي الألومنيوم والتيتانيوم والكربون فايبر خففت الوزن، ومعدلات الإطلاق ارتفعت مع الحفاظ على التبريد والكفاءة.